أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة جديدة لتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها نحو نصف مليون شخص. وتهدف هذه الخطة إلى منح وضع قانوني للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر، شريطة أن يكونوا قد دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر 2025. وبموجب هذا الإجراء سيتمكن المستفيدون من العمل بشكل قانوني في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء البلاد. ومن المرتقب أن يبدأ استقبال طلبات التسوية ابتداء من شهر إبريل إلى غاية 30 يونيو، وفق ما أوضحته وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، التي أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية كرامة المهاجرين وضمان حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وتتبنى الحكومة الإسبانية نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه الهجرة مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، معتبرة أن المهاجرين يشكلون عنصراً أساسياً لدعم سوق العمل ومواجهة النقص في اليد العاملة. ولتسهيل تنفيذ هذا القرار اعتمدت الحكومة إجراءً قانونياً خاصاً يسمح بدخوله حيز التنفيذ دون الحاجة إلى تصويت برلماني. ويأتي هذا الإصلاح استجابة لمبادرة شعبية واسعة حظيت بتوقيع مئات الآلاف من المواطنين ودعم عدد كبير من الجمعيات، مطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بشكل استثنائي. وتعد إسبانيا واحدة من أهم بوابات الهجرة إلى أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري، وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع ملحوظ في عدد الوافدين غير النظاميين خلال العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية. ووفق أحدث الإحصاءات يعيش في إسبانيا أكثر من 7 ملايين أجنبي من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 49 مليون نسمة، ما يعكس الحضور القوي للمهاجرين في المجتمع الإسباني.